لو انت لسه بتبدأ في الانجليزي او حاسس انك تايه ومش عارف تبدأ منين، فاحب اقول لك انك وصلت للمكان الصح. انا هنا في قناة مدرسة الانجليزي هبدأ معاك من الصفر خالص، يعني حتى لو مش عارف تقول اي بي سي صح هنظبط ده سوا. وهنا مش هنعقدك بقى بقواعد صعبة ولا هنخليك تحفظ وخلاص، احنا هنا هنتعلم الانجليزي بفهم وهنطبق وهنكرر. والنظام اللي هنمشي عليه بسيط جدا، كل فيديو هيكون خطوة وكل خطوة هتقربك انك تتعلم انجليزي بثقة. بس ركز معايا في النقط اللي جاية. السلسلة دي مترتبة، يعني ما ينفعش تفوت اي فيديو لان كل درس مبني على اللي قبله. ولو التزمت معايا من اول فيديو لاخر فيديو انا بوعدك ان شاء الله ان مستواك هيتغير 180 درجة في الانجليزي. فدلوقتي لو انت لسه مشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل جرسك عشان يوصل لك كل درس اول ما ينزل. ويلا بينا نبدأ بقى محاضرتنا. بس قبل ما نبدأ أعرفك بنفسي الأول، أنا اسمي عبد المنعم هلال وخدت كورسات قبل كده في الإنجليزي. فأنا حابب أقدم لك الكورسات اللي أنا خدتها ديت بمعلومات بسيطة وأبسط لك الدنيا، لأن أنا كان نفسي حد يقدم لي الشرح زي ما أنا إن شاء الله هقدمه لك كده. هقدمه لك بالطريقة إن شاء الله اللي تعجبك. فيلا بينا نخش على طول في المحاضرة بقى من غير كلام كتير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإنجليزي من بدايته خالص. أي لغة في العالم بيكون لها حروف. أي لغة، عربي، إنجليزي، فرنساوي، ألماني، إيطالي، أي لغة لازم بيكون لها حروف. عمرك شفت لغة ما فيهاش حروف؟ طبعا لا، لأن الأساس أصلا الكلمة هي الحروف. فعندنا في اللغة الإنجليزية، بسم الله، عندنا في اللغة الإنجليزية متكونة من كام حرف؟ 26 حرف، اللي هو ال A وال B وال C والحروف اللي أنت عارفها دي. بس طبعا ده نطق غلط، النطق ده غلط، A B C ده غلط، فإن شاء الله هننطق ده صح. فيلا بينا نبدأ على طول. أول حرف معانا وهو، أنا هرجع لك تاني للجدول ده وهنشرحه تاني مع بعض بس في الآخر. تعالى كده ناخدها حرف حرف. بسم الله. أول حاجة معانا حرف ال A. ال A ده أنت بتنطقه إيه؟ ده طبعا الكابيتال، السمول منه A كده. بيتنطقوا بقى إزاي؟ مش A، إحنا بننطقه A عليها فتحة، لأ ما عليهاش فتحة، ألف وعليها سكون. انطق كده معايا، آه 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 آه. عندك مثلا كلمة أبل، أبل، تفاح، أبل. أكيوت، مثلا angry، ندخل على تاني حرف معانا وهو، قول بقى كده اسمه ايه؟ ايوه كده مظبوط صح. ب ب ب ب مش بي. انا عارفك بتقول بي غلط. ب ب ب زي مثلا عندك كلمة بي، ده طبعا فعل، ده فعل اللي هو فيرب تو بي. عندك مثلا بي برضو اللي هو نحلة. عندك مثلا بيوتيفول. لما تيجي تنطق البي اللي هي خفيفة تقولها بي، ما بطلعش هوا كتير، بس في هوا بيطلع بس مش كتير. الحرف اللي بعد كده انطق، يلا قول اسمه ايه؟ ده الكابيتال منه وادي السمول. بيتنطق ازاي؟ انه حرف الكاف، ك وعليه سكون برضو، ك ك ك. مثلا كار، مثلا كات، مثلا كيوت، وهكذا. يبقى الحرف ك ك ك ك ك. ندخل بعد كده على الحرف اللي بعده وهو حرف د د د دال وعلى سكون، د د د د د مش دي على كسر، لا، د د د. مثلا زي دوج. تمام. ندخل على الحرف اللي بعده، سيب الصفحة دي، ندخل على الحرف اللي بعده. الحرف اللي بعده اللي هو الاي، ده الكابيتال وده السمول. ما بيتنطقش ايه، امال بيتنطق ايه؟ ايه ايه ايه. الف لتحت كده وعليه سكون، ايه 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 ايه. زي مثلا ايج. تمام. عندك الحرف اللي بعد كده اللي هو الاف. على فكرة انا بنطق لك غلط الاول عشان هصحح لك بعد كده. اف كابيتال واف سمول. عندك ما بيتنطقش اف، امال بيتنطق ف ف ف ف ف ف. زي مثلا فود. عندك مثلا فوتبول، فبيتنطق هكذا، ف. بدا حرف الاف. ندخل بعد كده على الحرف اللي بعده اللي هو
انطق يلا، انطق. ج ج ج جيم وعليه سكون. ج ج ج ج ج ج زي مثلا ايه، جيم، مثلا جود، وهكذا. يبقى بيتنطق ج ج مش جي. عارفك بتقولها جي او جي، لا ما بتنطقش كده. ج ج ج ندخل على الحرف اللي بعده. الحرف اللي بعده معانا اللي هو ال H. انت طبعا بتنطق H، وانا مش عايزك تقوله H، عايزك تقوله ه ه ه ه وعلى سكون. إيه، اظبط يا عم. ه وعلى سكون. ه ه ه ه زي مثلا hand. ندخل على الحرف اللي بعده. عندك حرف الاي. طبعا انت بتقوله اي، حرف الاي وهو مش اي، اسمه ايه ايه ايه. حرف الاي برضو كان بيتنطق ايه ايه، وهو برضو هنا ايه ايه ايه. شبه انك، يعني حبر. تمام. ندخل على الحرف اللي بعده. عندك حرف الجي. طبعا انت بتقوله جي، صح ولا انا غلطان؟ حرف الجي، لكن هو مش بينطق كده برضو، بيتنطق جه 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 زي مثلا جرام. ندخل على الحرف اللي بعده. يلا انطق كده قبل ما اكتب. الحرف اللي بعده اللي هو الايه، الكي. كي كابيتال كي سمول. انطقوا بقى كده قبل ما اكتب. شاطر، برافو. كه كه. انت خلاص عرفت الفكرة، يبقى انت بتكتب الحرف وتحط عليه سكون. ك ك ك ك ك ك ك ك. شبه مثلا كلمة كريم. كريم. اوكي. يبقى ك ك ك ك. ندخل على الحرف اللي بعده وهو ال حرف ال بيتنطق ازاي بقى؟ مختلف شوية. قول ورايا كده. لو 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 لو. لام على ضم. لو لو لو. تعوج لسانك كده شوية. لو لو. شبه مثلا كلمة لانش. لانش لانش غداء. خش معايا على الحرف اللي بعده وهو ايه، حرف الام. بيتنطق ازاي؟ مم. بص ما تفتحش حنكك، اعمل مم. 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 بقى مثلا مان منى منى، وهكذا. ندخل على الحرف اللي بعده وهو الان. بيتنطق ازاي؟ شبه الام. نو نون وعلى ضم. مم. تديني بس مؤشر على الحرف، انما ما بتفتحش بقك خالص. شبه مثلا نوت. نوت. ندخل على الحرف اللي بعديه. يلا. حرف الاو. الاو ده بيتكتب بقى ازاي؟ اه. تقول او 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 او. شبه مثلا اورنج. اورنج. شبه مثلا اورنج. ندخل على الحرف اللي بعديه. يلا. ب ب مش بي. بتتنطق ب ب ب ب ب. مثلا ايه، ابل. زي ما قلنا ابل. ابل. عندك مثلا بن، قلم جاف بن، وهكذا. بتطلع بتعمل ايه؟ بتطلع هواء جامد من بقك، هواء جامد، مش شبه البي اللي هناك. انا كنت بي بي، لما هنا ب ب ب. طلع هواء جامد. ندخل بعد كده على حرف الكيو. حرف الكيو. الكيو نطق ازاي؟ ك ك ك ك. شبه كوين. ندخل على الحرف اللي بعديه. الحرف اللي بعديه معاك الار. نطقش ار لا، نطق اور 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 اور. بص اللي هو تخلي الحرف طالع فخم كده. اور. مثلا read read read، وهكذا. تمام.
ندخل على الحرف اللي بعديه، يلا بسرعة بقى عشان ننجز. عندك حرف الاس. اس. اس بتنطق ازاي؟ سي 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 سي. عندك مثلا sun. sun. شمس. عندك الحرف اللي بعده، ايه اللي بعد الاس؟ يلا قول شاطر. تي. تي متنطقش تي، ما بيتنطقش كده، نطق ت ت ت ت ت ت ت. شبه مثلا تري. تري. تري شجرة. ادخل على الحرف اللي بعديه وهو اليو. اليو ما بينطقش يو. شبه امبريلا. شبه امبريلا. تمام. ندخل على الحرف اللي بعديش، يلا. حرف الفي. في كابيتال في سمول. متنطقش في، بتنطق ف ف ف ف ف ف. شبه مثلا فايوليت. فايوليت بنفسجي، ماشي، او فيتامينز، هي. عندك بقى الحرف اللي بعد كده، انزلي هنا كده. ندخل على الحرف اللي بعديه وهو حرف ال W. دولها طبعا W. هو و نطق و مثلا ويندو. عندك وين. تمام. عندك بعد كده الحرف اللي بعده اللي هو الاكس. طبعا هو مش ما بيتنطقش اكس، امال بيتنطق كيس 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 كيس، وهكذا. تقول مثلا بوكس. 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 تمام. ندخل على الحرف اللي بعديه. عندك حرف الواي. حرف الواي ده بينطقش واي، بينطق يه شبه يس. تمام. ندخل على الحرف اللي بعده. عندك حرف الزد. ما بيتنطقش زد، بيتنطق ز شبه زو، هي حديقة الحيوان. وكده أكون خلصنا ال 26 حرف كنطق. تعالى بقى راجع لك بقى في السريع في الصفحة اللي أنا عاملها لك دي، وهبعتها لك برضو على جروب التليجرام. روح اشترك هناك، هتلاقي ان شاء الله كل حاجه ببعتها لك، الملفات والبي ديفات والكلام ده كله هتلاقي هناك على التليجرام، عشان برضو تذاكر معايا. احنا رحنا فين؟ هات يا عم، يلا 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 اهي وصلنا. تعالى بقى ناخدها واحده واحده كده. اول حاجه بيقولك الخطأ الاكبر، احنا عايزين ده. بيقولك الخطأ الاكبر في الانجليزيه، في تعلم الانجليزيه، وهو نطق الحروف. اول حاجه بيقولك the biggest mistake we make when learning English، اللي هو الاي بي سي دي. يعني مثلا لو قلت لك ان انت هتقول اي بي سي دي، وهي طبعا مش كده، زي ما انا علمتك بقى ب س، مش س كمان، تقول لك ك د، وهكذا. يعني مثلا لو جبت لك كلمه زي accept، هتنطقها تقول اي سي سي اي بي تي، يبقى accept. دي غلط، الصح accept. accept. تمام. عندك بعد كده ندخل بقى على الحروف. اول حرف معانا وهو الاي. ايه هنقول معاك ابل. معاك الابل. نمسح عشان ايه ما نبوظوش الدنيا. تعال نكبر كده عشان ناخدها حتة حتة. عندك ابل، ايه يبقى ابل ابل ابل. عندك بي، تقولها ب ب ب بول. عندك مديك المثال بول. عندك سي، مش هتنطق سي، هتنطق ك كات. مع اصل السي لها نطقين، فيه سي وفيه كي، بس ده هشرحه لك بقى في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. لكن النهارده يا عم يعتبر معانا انها لها النطقين دول، كي وسي. ك شبه كات وكيوت والكلام ده كله. عندك سي سيتي. تمام. بس ركز بقى عشان ان شاء الله هشرح لك في الفيديو اللي جاي. عندك الاف. عندك ف زي فيش. عندك د شبه دوج. عندك شبه اج. عندك ه شبه هات. عندك ج شبه جو. عندك ك شبه كينج. عندك ام، الام مان. عندك نو. عندك او اورانج. عندك ندخل هنا برضو في شوية حروف اهي. عندك ال ب ب ب ب شبه ايه، اللي هو ابل. وبيقولك بتطلع هواء. feel by the air not like pee، ما هي شبه البي، بتطلع هواء with air. عندك حرف ال R very important not like Arabic letter R.
فكك من الكلام ده كله، اللي هو هيبقى ايه؟ ريد. قول ورايا. عندك الاس، ذا ليتر اس هتقوله sun. عندك ذا ليتر تي هتقوله طبعا ت تايم. عندك ليتر في هتقول فان. عندك ذا ليتر دبليو مش هتقوله دبليو، هتقوله و ويند او ويندو. عندك يس زبرة او زو. يبقى الملخص نطق الحروف الصح، الفرق بين اسم الحرف وصوته اكتر الاخطاء شيوعا اللي بنرتكبها. وكده نكون خلصنا حلقة النهارده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون احسن من كده كمان. فده اول فيديو ان شاء الله على القناة. الفيديو اللي جاي بقى هنتكلم عن اللي هو الفرق بين الاصوات، اللي هو مثلا زي الاي، زي السي مثلا، عندك الكي والسي. وفي عندك برضو حروف شبه اللي هو البي والاي يو، ومثلا تي اي او ان. يعني مثلا لو جبنا تي اي او ان بتتنطق ازاي؟ شن. هو ده ان شاء الله اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي، اللي هو مجموعة الحروف لما تبقى مع بعضها ايه نطقها. فان شاء الله عايزك تذاكر النطق الحروف دي. لو انت مثلا ما ضاعت منك معلومة في النص ولا حاجة، عيد الفيديو تاني واسمعه. ف بس كل ده اللي انا طالبه منك. وان شاء الله هبعت لك برضو الصورة ديت تذاكر منها برضو عشان تأكد كلامك. وبس اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. وكان معكم عبد المنعم هلال. وتنساش طبعا تدوس اللايك بقى بتاعك، وعشان الفيديو ينتشر اكتر وناس غيرك تشوفه. طبعا انت كده بتساعد ان العلم ينتشر، عشان انت عارف ان احنا بقينا في زمن معظمه كله تفاهة وكده. العلم ما التعليم والحاجة المفيدة ما عادتش بتنتشر. فطبعا كل لايك منك وكل دعم اكيد ان شاء الله هتؤجر عليه وهتاخد حسناته. وبس، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.